عارف يعني إيه لما تقرأ رقم 5.9 مليار دولار في تقرير رسمي؟ الرقم ده مش مجرد حبر على ورق في مكاتب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ده صوت الماكينات في المصانع وحركة المراكب في الموانئ، وحكاية شراكة عمر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة العربية. في أول 6 شهور سنة 2025 التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية عمل قفزة تخض المحللين بنسبة نمو وصلت ل 20.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت. احنا هنا مش بنقول أرقام، احنا بنحكي عن دينامو اقتصادي شغال ما بيفصلش، وعلاقة مصلحة مشتركة بقت أقوى من أي وقت فات. الحكاية دي ما قطفتش ثمارها من فراغ، القفزة التاريخية دي كانت رد فعل طبيعي ومباشر لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض السنة اللي فاتت. والزيارة دي ما كانتش مجرد لقاء قمة بروتوكولي، دي كانت ساعة الصفر لرسم خريطة طريق جديدة وترسيخ لمبدأ إن التكامل بين البلدين ملهوش سقف. لما القادة بيقعدوا ويتفقوا، لغة البيزنس والتنمية بتمشي زي الطلقة، وده اللي شفناه في التحول الهيكلي اللي خلى الأرقام دي تتحقق على أرض الواقع. لو نزلت أي سوبر ماركت أو سوق في المملكة النهاردة هتلاقي البصمة المصرية حاضرة وبقوة. صادراتنا للسعودية وصلت ل1.5 مليار دولار، وتخيل إيه اللي متصدر المشهد؟ النحاس ومصنوعاته عملوا لوحدهم 237 مليون دولار، وراهم على طول الخضار والفاكهة واللي ريحتهم وطعمهم المصري ملهوش أي منافس ب 192 مليون دولار، وكمان الهدوم الجاهزة اللي شيكت السوق السعودي ب 152 مليون دولار. القايمة كمان فيها حديد وصلب وآلات كهربائية، وده معناه إن المنتج المصري ما بقاش مجرد بديل، ده بقى محل ثقة ومطلوب بالاسم في كل القطاعات الحيوية في المملكة. وعلى الناحية التانية السعودية هي المورد الاستراتيجي اللي بيخلي عجلة إنتاجنا في مصر ما توقفش لحظة. وارداتنا من المملكة العربية وصلت ل 4.4 مليار دولار، والملك المتوج في الصادرات السعودية لمصر هو الوقود والزيوت المعدنية ب 3.3 مليار دولار. يعني السعودية هي اللي بتمدنا بالطاقة والمواد الخام واللدائن واللي بنحتاجها في صناعتنا الوطنية. ده مش مجرد بيع وشراء، ده تكامل حقيقي. انت بتديني طاقة ومواد خام، وانا بديلك منتجات نهائية ومواد غذائية، والكل في الآخر كسبان. القصة ما خلصتش عند حدود الموانئ، دي واصلة لبيوت ملايين المصريين. تحويلات المصريين العاملين في السعودية وصلت ل 8 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة. الرقم ده هو العمود الفقري للاحتياط النقدي المصري، وبيدعم استقرار الجنيه وسوق الصرف بشكل ملموس. وفي المقابل في سعوديين شغالين في مصر بيحولوا لبلادهم، وده بيخلق دورة مالية صحية ومتوازنة بتخدم مصلحة الشعبين وبتربط المصير الاقتصادي ببعضه أكتر وأكتر. الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي لما حلل الأرقام دي قال إنها شهادة نجاح للسياسة المصرية والسعودية. خضر شايف إن تنوع الصادرات المصرية هو المحرك الأساسي اللي هيقلل العجز التجاري في المستقبل، بس هو كمان بيوجه نصيحة غالية: لازم نستغل الزخم ده ونزود القيمة المضافة. يعني بدل ما نبيع مادة خام نصنعها ونصدرها منتج نهائي علشان المكسب يبقى أضعاف. مصر والسعودية مش بس جيران، دول جناحي المنطقة اقتصاديا، والنمو اللي شفناه في 2025 هو مجرد تسخين للي جاي. ومع تحسين بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الطريق بقى مفتوح لقفزات أكبر. لما مصر والسعودية يحطوا إيديهم في إيدين بعض الأرقام مش بس هتزيد، الأرقام هتحكي قصة نجاح عربية قادرة تنافس عالميا، وبتبشر بمستقبل فيه الخير والرخاء للمواطن في القاهرة والرياض على حد سواء.